اللاعب عبد الرزاق حمد الله يوقع مع نادي الهلال بنظام الإعارة لكي يدعم صفوف الهلال في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية. يا جماعة، الخبر هذا يوم تسمعوا تصدقوا وما تصدقوا. أنا ما صدقت الخبر ألين ما شفته في موقع نادي الهلال. عبد الرزاق حمد الله بعيد عن المباريات أكثر من شهر. عبد الرزاق حمد الله لو لعب مع الهلال غدا مباراة فلومينسي وخسر الهلال حينتهي أعتقد عقده. يعني أنت تجيب لاعب وعندك مباراة خروج مغلوب واللاعب غائب عن المشاركة لمدة شهر. الفائدة الوحيدة يمكن أن عبد الرزاق حمد الله دائما في موسم الصيف والإجازات يكون متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية. فهل لهذا السبب الهلال اختار عبد الرزاق؟ لأن عبد الرزاق موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، هل عبد الرزاق مؤهل لكي يشارك غدا؟ الهلال وقع مع اللاعب اليوم واللاعب حيلعب المفروض غدا، وغدا لو خسر الهلال يخرج خلاص يرجع الرياض. فإيش فائدة هذا العقد؟ وهل هذا العقد حيكون له فائدة للهلال؟ هل حنشوف عبد الرزاق غدا يسجل مع الهلال؟ أسئلة كثير، ولكن أغرب صفقة شفتها في حياتي توقع مع لاعب غائب عن المباريات لمدة تقريبا شهر وتقول له يلعب بكرة مع فلومينسي البرازيلي مباراة خروج مغلوب. هل تتفق أو تختلف بأنها صفقة غريبة غريبة غريبة؟ فننتظر ونشوف. وسؤال، في حال خسارة فلومينسي أو الهلال من فلومينسي، هل بذلك ينتهي عقد عبد الرزاق؟ يعني أنا أشوف أن عبد الرزاق ينفع يكون في نادي الهلال، ولكن لموسم كامل وليس لمباراة أو مباراتين. عبد الرزاق لاعب كبير ويفيد كل الأندية، ولكن وقع معاه موسم كامل. خذوا من نادي الشباب بأي مبلغ. وشكرا.